سلام سلام. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رايحين نديرو ماسيدوان. شوفوا، انا كانت عندي كيلو رز مع جلبانه سناريه بطاطا جريود. شوفوا الرز تاعنا ديما نديرو كيلو رز مع 2 كيلات ماء. انا كانت عندي كاس ماء مع كاس رز عفوا مع 2 كيسان ماء. بعد ما نحطوا الماء هذاك نحطوا شويه ملح ونحطوها على النار حتى يطيب لنا الرز. في جهه خلاف نحطوا الخضره هذيك اللي كانت عندنا، نحطوا عليها الماء وتاني نديوها هي تاني تطيب على النار. بعد ما كان طاب لي الرز تاعي ضفت له خيار مقطع. كنت حكمت الخيار تاعي قطعته وضفته له. من وراها نجيبوا هذيك الخضره اللي كنا غليناها من قبل في الماء والملح. نسيت قبل ما قلت لكمش بلي تحطوا الملح، حطوا الملح باه ما تيجيكمش مسوسه. هنايا كما راكم تشوفوا حطينا هذاك الخضره كامل مع الخيار والروز تاعنا، خلطنا كلش في بعضه. ومن بعد من وراها نجيبوا فنجان ولا كاس هكا صغير نحطوا فيه زيت الزيتون مع الخل مع الثوم وملح وفلفل كحل. خلطنا كلش في بعضه. من بعد حطيت نصف الكميه على هذاك الخليط تاعي تاع المعصيدوان. نخلطوا كلش مع بعضه. باه من وراها نروح نجيبوا المايونيز تاعنا. انا نستعمل مايونيز تاع ليزيور، حطيت منه مغرف كبيره، كل واحد كما يحب. تقدر تحط مغرف 2 مغارف. زدت معها مغرف فرماج. انا كنت حطيت مغرف مايونيز مع مغرف فرماج. اللي ما عندهمش الفرماج يقدروا يحطوا 2 مغارف مايونيز كبار. خلطوا كلش في بعضه حتى يتجانسوا مليح. كي تشوفوهم يتجانسوا يكون الماسيدوان تاعك واجد. تقدروا تضيفوا الكاشير، تقدروا تضيفوا المايس، ضيفوا اي حاجه تكونوا حابينها. المهم بعد ما وجدنا الماسيدوان تاعنا كنت قدمته بهذه الطريقه مع السلطه شويه طماطيش وشويه خيار. بصحتكم وصحه رمضانكم وصحه فطوركم.